أنا عندي 30 عام، خدامة وعندي وليد، خدامة واحد الخدمة يعني لي زوينة، اللي غادي يشوفني غيقول هاد السيدة هادي زعما مكاينش شي واحد بحالها على وجه هاد الأرض، ولكن المظاهر خداعة. السلام عليكم، كنتمنى تكون أحوالكم طيبة، ما تنساوش الدعم ديالنا في القناة بالاشتراك وبضغط زر لايك. صاحبة القصة ديال اليوم كتقول بأنها مخبعة واحد السر اللي هو يعني صعيب شوية، اللي ما قدرش تحملو وما عرفاش واش تقولو ولا ما تقولوش. كانت عندي واحد صاحبتي اللي كانت خدامة معايا وكانت عزيزة عليا بزاف. كنت انا وياها يعني لدرجة انني اي حاجة كنعاودها ليها، ما هي ما كتخبي عليا وانا ما كنخبيش عليها. وكنت ديما كنقول ليها علاش صاحبتي ما تزوجيش وهادي، يعني الحياة راها كطير. وشوفي دابا انا تزوجت والحمد لله وعندي وليد ومستقرة وهادي. المهم هي كانت دايما رافضه هاد الفكره، وكانت دايما كتقول لي شوفي انا راه ما فيا اللي تزوج بشي واحد اللي يعني عنده معاه من الزيرو ولا من ناقص يعني ناقص الزيرو. انا خصني شي واحد يكون واجد. وكانت هذه الفكره ديالها واللي كانت متشبته بها بزاف. المهم كنت كنديها معايا للدار وكانت كتعرف الوالده مزيان، لدرجة أننا يعني كانت مرتها ديال ماما وديال خوتي دايما عندها، حتى لدرجة أن السطولة ديال الحمام كانت تجي تاخدهم من عندنا. المهم كانت مقربة بزاف لينا. الحاجة الوحيدة اللي مكانش كتعرفها هي الوالد ديالي، حيت الوالد ديالي كان مطلق من الوالدة ديالي، بحكم أن الوالدة ديالي كانت صعيبة بزاف. أنا ماما وكنعترف عليها، الوالدة ديالي كانت من داك النوع المتسلط، يعني كاينة ما كايناش ما كايناش. المهم الوالد عيا يصبر وهادي. المهم كما هو كان مخطط في راسو، كان دايما تيقول باننا غير غادي نكبروا وهادي صافي وصافي هو غيتفارق مع الوالده. واحد النهار صافي ناضو كيتناقشوا هادي، صافي الوالد ديالي قال لها شوفي الله يعاون بسلامه ورقه طلاق كتوصلك. صافي الوالد بات ما صبح صافي مشى بحالو. الوالد كانت عنده واحد البارطمه اخرى يعني كانت ديالته، وقلنا اجي نمشيو انا وخوتي زعما نهضروا معاه هكا ونرغبوه. يعني مشينا عندو والو عينا نرغبو هادي. الوالد كيقول لنا شوفوا انا راه يعني صبرت هاد السنوات كامله وصبرت على داك العذاب ديالي مع امكم غير على قبلكم نتوما. كنت كنقول يعني بلا ما نعقد هادوك الدراري وهادي. مهم دابا هذا هو وقته. الحقيقة الوالد قنعنا بهضرتو، حيت الوالدة يعني صعيبة بزاف ما نعاود لكمش، يعني كون ما كانتش الوالدة هي بمنا كون راه حنا براسنا ما كناش نقدروا نصبروا عليها. المهم صافي رجعنا بحالاتنا، مشينا عند الوالدة قلنا لها شوفي راه الوالد مقلق منك وهادي، لعلها زعما ترطاب وهادي. قالت لنا شوفوا خليوه دابا يضربوه الحيوطه ويرجع. الوالد ديالي كان عنده واحد المعمل ديال الصباغه، كان في الحقيقه خدام واخا هكاك يعني ما كانش كيدخل ليه شي صالير اللي هو كبير. ولكن غتجي واحد الفتره ديال هذه ديال كورونا، تما الوالد ديالي غادي تنتعش عنده القضيه وغتولي يولي لاباس عليه. يعني في وقت كورونا بزاف ديال الناس اللي ضاعوا يعني في التجاره ديالهم. ولكن الوالد ديالي كان دوك الناس اللي عندهم الزهر، بحكم ان الناس كانوا ديك الوقيته كان الملل وداك الشيء، بزاف ديال الناس مشاو كيصبغوا كيقولوا اجي صبغوا الدار اجي. المهم اجي نغيروا الروتين. صافي الوالد يعني القضيه عنده تحركات وهادي، ولا ما بين وليله وضحاها من اغنياء المدينه، ولا لباس عليه. المهم نرجعوا دابا للموضوع ديال صاحبتي. كما قلت لكم بحكم ان صاحبتي كانت يعني ما ساكنيش والديها في نفس المدينه اللي خدامه فيها، وكانت كاريه غير بوحدها. قلت لكم كانت اغلبيه الوقت كتكون معانا في الدار. وتا انا الزوج ديالي كان خدام وكان عنده ديك الخدمه ديالو كيمشي غبر تقريبا ديك 4 شهور ولا 3 شهور. وكنت كنمشي حتى انا كنجلس عند الوالده، واغلبيه كانت كتكون هي معايا. مهم كانت الوالده دائما كتقول ليها علاش ما تزوجيش على هادي.
كتقول لها شوفي يا خالتي رانا هضرت مع بنتك، قلت لها شوفي انا راني تعذبت بزاف في حياتي، وحنا من داك النوع اللي يعني ما كانش عندنا، وما باغاش انا نعاود نفس هذيك الظروف. تما قالت لي شوفي دابا انت عندك الحمد لله الصالير مزيان، وشوفي شي واحد اللي الصالير ديالو حتى هو مزيان، وصاليرك على صاليرك راه زعما راه تكون القضيه مزيان. قلت لها شوفي خالتي انا ما نبغيش شي واحد اللي يقيس ليا الصالير ديالي ولا يجبد ليا الصالير ديالي. انا لما كانش شي واحد واجد ولاباس عليه راه ما عندي ما ندير به. صافي مهم بقينا بحال هكاك، بقينا كنمشيو للخدمه. السيده اللي كانت عندي الخدمه بزاف، يعني بحكم انني عندي الوليد خاصني نرجع، كتقول لي صافي غير خلي لي الخدمه وسيري. مهم كانت ثقه بيناتنا بزاف. واحد النهار صاحبتي شافت عندي واحد الرادكو، قالت لي شكون اللي شرا لك هذا؟ قلت لها شوفي انا راه نكذب عليك، راه شراه ليا الوالد. صافي بقات كتسول وهادي وكتدقس وهادي وباك وهادي. قلت لها شوفي راه الوليد لاباس عليه، واشنو طراليه. قلت لي علاش تفارقوا ولادي؟ دابا بديت كنعاود لها، قلت لها شنو كاين وشنو كاين، راك عارفه الطبع ديال خالتك راه صعيب بزاف. مهم صافي مشات ايام وجات ايام. واحد النهار تا قالت لي شوفي راه جا واحد السيد راه طلبني للزواج، راه ولد عمي. قالت ليها ايوا مبروك وهادي والحمد لله جا النهار اللي غنفرحوا به وهادي. ايوا قالت له عندك سميتو شنو نوجدوا العرس؟ قالت لها شوفي، قالت لها راه غير سمحي لي وبزاف. قالت لها راه ولد عمي راه ما كاينش في هذه المدينه هذه، وحنا غنديروا غير هذاك الشيء يعني على قد الحال. صافي وانا ديك الساعه كي ديك الضبعه تيقتها. قلت لها صافي اياه، راه يعني فرحت ليها بزاف. قلت لها ايوا الحمد لله، وهذا بمعنى غتزوجي وهادي وغادي تسنتي ديري وليدات الحمد لله. مهم واحد النهار هكا انا جالسه في الخدمه، وهي تجي عندي واحد البنت كتخدم معانا، وهي تقول لي واه يا اختي والله الا ما كاين ثقه في الصحابات. وانا نقول لها كيفاش ما كاين ثقه في الصحابات؟ قالت لي على ما فراسكش، راه سميتو صاحبتك راه تزوجت بباباك. قلت لها كيفاش تزوجت ببابا؟ قالت لي راه تزوجت. قالت لي ما فراسكش. عرفتي ديك الساعه وهي تدور بيا الدنيا. صافي وحسيت بحال هادشي الانسان اللي كيجي هذيك الطونسيون وديك الدوخه، هذاك الشيء اللي شدني انا. صافي البنات بدات كتعيط على البنات وقالت لهم عتقوا. صافي بداو يجيبوا ليا في الماء ويرشوا عليا. وشوف انا كنقول لها شوفي واش هادشي اللي كتقولي فيه بصح؟ قالت لها شوفي اسمحي لي انا راه ما فراسيش، صحابني انا زعما ما فراسكش انا ما نقولهاش لك. صافي قلت ليها قول لي اكدي عليا واش هادشي اللي كتقولي فيه واش بصح؟ قالت لها راه بصح، وراه يعني كاع الناس اللي في الخدمه راه في راسهم. مهم هذيك الساعه انا صافي يعني هزيت راسي ومشيت بحالي للدار. ما عرفتش واش نقولها للوالده ولا ما نقولهاش ليها. مهم انا ديك الساعه صافي تصدمت وضغط، كنقول واش هذه هي البنتان اللي دايره فيها الثقه وهادشي. قلت ربما يكونوا دوك البنات غير هادرين ولا ما متيقنينش ولا هادي. صافي قلت اجي نصوني عليها. مشيت كنصوني عليها، السيده بلوكاتني. عيطت على الوالده وقلت لها شوفي عيطي على صاحبتي، راه تليفوني راني زعما ما عنديش الصول تصوني عليها. مشات الوالده كتصوني عليها، قالت لي راه صونيت عليها وهادي ولكن راه ما كتجاوبش. المهم الوالده ما كانتش كتعرف داكشي ديال البلوك وداكشي. صافي انا عرفت حتى هي راه بلوكاتها. صافي عرفت بان داكشي راه بصح. وما نكذبش عليكم البنات، كان كيوجيني شي تشاش على الوالد ديالي. كان كيقولوا لي راه كيخرج مع بنات صغار، ماشي يعني دوك البنات الصغار يعني القاصرات، لا كان كيخرج مع دوك البنات ديال 25 ديال 30 عام. انا واخا هكا ما كنتيق، لدرجه ان واحد المره جات عندي واحد البنت وهي تقول لي وناري اختي باك شحال باسل. قلت لها كيفاش با باسل؟ قالت لي شوفي راه تلاقى معايا واحد المره وراه سميتو راه بدا كيتصر عليا وهادي. ايوا صافي وانا نقول ليه زعما يعني راك ولد حومتنا وهادشي راه حشم على عراضك. صافي المهم بزاف ديال ماشي غير هادي، بزاف ديال الاشياء كانت كتعاود لي عليه من هذا القبيل هذا. ولكن كنت كنقول يعني راه غير فهمتي غير هضره وهادي.
ولكن صافي دابا تأكدت بأن هادشي بصح. شويه ويجيني داك الفلاش باك وانا نبدا نتفكر ملي كتبقى تسولني كتقول لي ايوا باك فينا هو وعلاش مطلق ماك وهادي، وكانت عارفه بانه يعني راه لاباس عليه. كانت دائما كتسولني كنقول لها با راه هو زعما شكون اللي شري لك هادي تنقول لها راه با كيشري ليا الطوموبيل هادي دوبل في، كل ما كان هو يعني ما نقدرش نشريها. ديما كتشوف عندي شي حاجه جديده كتقول لي عاوتاني باك هو اللي شرا ليا، كنقول لها بحال علمك الله. المهم كانت دائما كتسولني عليه. واحد النهار قلت لها راه غندي ليه شي وراق ديالو، قالت لي نمشي معاك. صافي انا قلت ماشي مشكل خليها تمشي معايا، صافي مشات معايا. صافي وحنا ندق على الوالد ديالي شافتو، هي تقول ليه السلام لاباس هادي. بدات كتهضر معاه وتجبد معاه في الهضره، قلت صافي راه يعني غير عادي زعما حيت هو با هادي بغات زعما تسول فيه. صافي ويقول لها قال لها تبارك الله عليك بنتي وهادي والله يرضي عليك. ايوا هادي ولا يقول لها بنتي ما عمري انا كنت زعما في بالي بانه راه غادي تكون زعما هي زوجتي. صافي بقينا غاديين كنا راجعين في الطريق كتقول لي باك بوكوس باقي صغير. قلت انتي اش من بوكوس انتي راه الفلوس، راه الفلوس هما اللي داروا لي الصيغه، راه هو اللي داروا لي صغبوا لي السنان وهادي وكتطرطق على الحاله. صافي مشينا بحالاتنا هي هاديك. صافي بقات هكاك دايما كتسولني على الوالد دايما هادي. صافي انا ما ديت ما جبت اخبار، ولكن دابا عاد فهمت كلشي. واحد النهار وانا نمشي نتصل بيه، بغيت غير نسولو، بغيت نقول ليه با علاش با اختاريتي غير هذيك صاحبتي من دون جميع العيالات؟ زعما الفرق بينك وبينها راه ماشي صغير يا ولا هادي، راه الفرق بينهم وبين ما شي 30 عام. صافي واحد النهار وانا نتصل بيه بحال هكا ونقول ليه السلام با وهادي وانا نقول ليه الوالد واش بصح زوجتي بصاحبتي؟ قال لي راني تزوجت بها، كنت باغا نقولها لك ولكن راني تشغلت وهادي. قلت لي كيفاش با هادي شي حاجه يعني اللي ضروريه وهادي ما قدرتيش تقولي ليا، ولكن با علاش اختاريتي غير هذيك صاحبتي؟ وليت تيتي هذيك صاحبتك راه ظريفه الله يعمرها دار. صافي ديك الساعه بغيت نقول ليه با شوف هذيك السيده راه اللي اختاريتيها راه ماديه، راه كتموت على الماده، ولكن شي حاجه تما ديك الساعه منعتني. صافي مهم داز شي ايامات السيده وهي تصوني عليا. صافي حيدت هداك البلوك حيت عرفتني صافي راني عرفت. صونات عليا بدات كتهضر معايا قالت لي ايوا هادي ما هادي سمحي لي راه بغيت نقول لك هادي قلت لها كيفاش كيفاش غدرتيني وهادي، وزعما نتيا اللي كلتي الطعام ديال الوالده وهاد وما اختاريتي غير الوالد، واش ما قلتيهاش ليا قبل؟ قلت لها تنتي داكشي راجع غير صدفه وهادي. المهم قلت ليها نتلاقاو دابا؟ قالت لي لا انا راه دابا كندوز في شهر العسل. ايوا صافي انا قلت خليها صافي بالراسه. صافي مشات ايام وجات ايام. صافي انا ما بقيتش كنسول، بحال طلع لي الزعاف من فهمتي بحال زعفت من الوالد وهادي، وما قدرتش فهمتي ما قدرتش يعني نقولها الوالده ديالي. صافي انا خفت بزاف كيفاش غنقولها ليها وهي اللي دخلتها لدارها وكلاتها ماكلتها وعطاتها حوايجها واي حاجه كانت كتبغيها كانت ديرها بحال بنتها. الوالده الطبع ديالها صعيب بزاف وما غترحمنيش في هاد القضيه هادي. مهم بقات هكاك وداز تقريبا شي عام وانا ما كنهضرش مع الوالد. واحد النهار هو يتصل بيا قال لي الو السلام ومالك بنتي ما بقيتيش كتعيطي وهادي؟ نقول ليه با راه مع الوقت وهادي. صافي هو يقول لي بنتي واش هذيك الفلوس اللي كنصيفط لكم كتوصلكم؟ الفلوس اللي كنصيفط لماما كتوصلكم؟
المهم انا جاوبته وانا منفخه. راه كيوصل هذاك الشيء. ايوا صافي شويه وقال لي ايوا راه تزاد عندكم واحد خوكم. انا بقيت كنشوف قلت ليه او كيفاش؟ قال لي راه تزاد عندكم خوكم ودابا راه خصكم تجيو وتشوفوه وتديروا صلة الرحم معاه. وانا بقيت كن صافي تصدمت يعني بحال الصدمه. صافي ديت معاه يعني قلت ليه ايوا مبروك وهادي صافي. تما قلت ويلي كيفاش غندير وكيفاش غنقولها لامي وكيفاش غنديرها لخوتي. دابا انا ولا عندي خويا انا اللي دابا الفرق بيني وبينه تقريبا شي 35 عام. كيفاش هادشي؟ المهم راسي كاع ما تقبل القضيه كاع. المهم الحاجه الوحيده اللي برزطتني هي كيفاش غنقولها للوالده ديالي وكيفاش غنقولها لخوتي. المهم انا كما قلت لكم حرت والله الا تحرت وبغيتكم تفيدوني في هذه القضيه عافاكم. المهم الا وصلتوا حتى لهنا كنتمنى ان القصه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد.